ازاي تظهر في نتائج الاي اي سيرش زي تشات جي بي تي، جيميناي وبربلكسيتي. الاي اي سيرش لم يعد كما كان، لم يعد مجرد كلمات مفتاحيه، لم يعد مجرد رانكينج، ولم يعد سباقا على اول 10 رابط. الناس ما عادش تبحث افضل هيدفونز 2026، وانما اصبحت بتبحث انا بسافر كتير وعايز عزل صوت، وعايز سماعه تكون مناسبه في رينج $100 ومناسبه في اماكن الزحمه، وهكذا بتحكي من الاخر قصه. الفرق هنا مش في طول الجملة، الفرق في طريقة التفكير. الاي سيرش لا يعرض نتائج، الاي سيرش يقترح قرار. وهنا التحول الجذري. السؤال لم يعد كيف تتصدر في نتائج البحث، السؤال أصبح كيف أكون جزء من الإجابة نفسها. في الفيديو ده هنفكك المشهد خطوة بخطوة ونبني فريم ورك عملي يجيب على السؤال الأهم: إزاي نظهر في ال AI Search وفقا للي شايفينه قبل نشر الفيديو ده. أولا لازم تفهم الأول إزاي ال AI بيشتغل. ال AI Search بيبني إجاباته عبر 3 طبقات أساسية: البيزلاين أندرستاندينج أو المعرفة المسبقة المدرب عليها، وهنا بيتدرب على داتا المفروض أنت تكون جزء منها. المرحلة الثانية هي الراك سيستم، وهو نظام بيقوم على جلب المعلومات من الويب عبر محركات البحث زي جوجل وبينج للتأكد من صحة المعرفة اللي هو مدرب عليها والقرار اللي هو وصل له. ثالث حاجة الإشارات الدقيقة أو البريسيجن سيجنالز، ودي بتركز بشكل كبير على الموقع بتاعك والاستراكشر الداخلي بتاعه، هل هو مفهوم ولا لا. وبالتالي لو عايز تظهر في الاي اي سيرش لازم تشتغل على الثلاثه دول. يعني لازم تكون موجود في الويب بشكل كويس سواء بموقعك او عند مواقع تانية علشان تكون حاضر في الداتا اللي بيتدرب عليها، وتكون كذلك متصدر في الريليفنت توبكس سواء بموقعك او برضه بمواقع تانية علشان لما مرحله الراك تبدا تكون مؤثر في قرار الاي اي. وبرضه المعلومات اللي عندك عن منتجاتك وعن خدماتك لازم تكون واضحه ومنظمه علشان لما يعاد استدعائها في مرحله البرسيجن سيجنالز تبقى تنفع نظريا ان هي تكون واضحه للاي اي. وهنا حاجات زي تنفع زي السكيما، الستراكشر داتا، الاتش تي ام ال ستراكشر، الفيدز وغيرها من الامور اللي ممكن نتكلم عليها فيما بعد. وهنا في نقطه مهمه ان الاي اي مش بيبحث في موقعك، انما بيبحث في الفهم اللي فهمه او قدر يستخرجه من موقعك. ثانيا مفيش ظهور في الاي اي سيرش من غير الظهور الجيد في الاس اي او. يعني ممكن تشتغل اس اي او من غير ما تستهدف الجي او او الاي اي سيرش، لكن العكس مش صحيح. انا مسؤول مثلا عن الاورجانيك جراث في موقع بيجي له حوالي 400 الف يوزر شهريا، لم نستهدف الجي او حتى الان، لكن حسب تتبع البنج اي اي بيجي له تقريبا 9000 سايتيشن يوميا، وكذلك 850 سايتد بيج. موقع اخر اصغر حوالي 5% منه عملنا عليه بعض التجارب الخاصة بالجي او، إلا إنه الحمد لله بيجي له 12000 سايتيشن، يعني أكثر ب 30% من الموقع الأكبر على عدد أقل من الصفحات، يعني حوالي 300 صفحة. وده فعلا مسمع في السيلز بشكل كويس الحمد لله من الاي اي سيرش. المستنتج ان الجي او بيصعد على اكتاف الاس اي او وليس العكس. والتاكتكس بتاعت الجي او مش جديده، لكن بقى ليها وزن اكبر مع الجي او، وده اللي قالته بينج اي اي في الجايد بتاعها من كام شهر. وطبعا يضاف له كل شغل الاس او الطبيعي زي ان انت يبقى فيه انفورميشن اركتكتشر واضح للموقع، ان في يرى الاستراكشر يسهل الزحف، ان يكون في تكنيكال اس او جيد، ان اهتمام بالكروب فايتلز وسرعه الموقع، ان يكون في اتش ام ال ستراكشر واضح، وهكذا. فالاس او هو اساس الجي او، ما ينفعش تشتغل جي او من غير ما تكون مظبط الدنيا جدا في الاس او، والاس او والجي او جزء من الاس او. ثالث حاجه الاهتمام بالسيرفر سايد رندرنج، دي نقطه مهمه جدا لانها للاسف لو غفلت عنها موقعك في الغالب مش هيظهر في الاي اي سيرش تماما. في عدد من الدراسات مؤخرا اثبتت ان الاي اي بيصعب عليه جدا التعامل مع الجافا سكريبت، وده اصبح بيؤكد جدا على اهميه السيرفر سايد ريندرنج. السيرفر سايد ريندرنج باختصار هو ان انت تقلل الاعتماد على الجافا سكريبت. الاي اي لسه عنده قدره محدوده في التعامل مع الكلاينت سايد ريندرنج، او ان يكون الموقع بناء على اليوزر بيهيفير او اليوزر انتراكشن. وحتى لو عنده قدره على التعامل مع الجافا سكريبت بشكل جيد، الا ان ده بيزود تكلفه الزحف وبيأخر الأرشفة وبيقلل إعادة الزحف. برضو بلاش تحط كلام مهم عندك أو عن المنتج بتاعك أو الخدمة في صورة، لازم تكون كل حاجة في ال HTML علشان ال AI وجوجل مش أفضل حاجة في التعامل معاه. فسهل الأمور عليهم في إنهم يستكشفوا الموقع بتاعك بشكل أفضل، لأنهم مش بيجاوبوا بناء على اللي هم شايفينه، بيجاوبوا بناء على اللي فهموه من موقعك. رابعا الاهتمام بالبرودكت فيرست SEO بلس السي ار او. الاس يو او الجي او الصح مش بيبدا بالمقالات، انما بيبدا بالبرودكت. قبل ما تكتب محتوى او تختار كلمات مفتاحيه لازم تفهم حجم الطلب الحقيقي وسلوك العميل والمنافسين.
يعني يكون معمول ماركت ريسيرش واضح وبناء عليه بيتحدد شكل المنتج وطريقه عرضه وهيكل الموقع ككل. الموقع ما بيتبنيش حوالين المدونه ولا حوالين الارتكلز، وانما بيتبني حوالين الماني بيجز. المدونه هي سبلمنتري كونتنت مش المين كونتنت او المين كونتنت ماركتنج. اي حاجه بتعملها لازم تجاوب على سؤال واحد: هل ده بيخدم الجراف للمنتج فعلا؟ المهم مش ان حد يدخل الموقع، المهم ان اللي يدخل الموقع ياخد اكشن، سواء كان الاكشن ده دلوقتي او انه هياخد الاكشن ده بعدين بناء على الفانل اللي انت بتدخله فيها، فانل اللي هي الاويرنس فانل الشهيره. فلازم يكون عندك سي ار او جيد بيعرض الفاليو بروبوزيشنز بتاعتك على حسب موقع اليوزر من الفانل. كل صفحه لازم تخدم مرحله واضحه من الفانل وتقرب العميل خطوه من القرار وهي الشراء اللي هو الدفع، السيلز في النهايه. مفيش مقالات لمجرد الترافيك، مفيش صفحات خارج مسار الاويرنس والكونفرجن فانل. الامر ده مهم جدا علشان ما يبقاش ترافيك في الفاضي. خامسا، ركز على الانتنت مش الكلمات المفتاحيه، واهتم باللونج تيل بكل اشكاله. محركات البحث التقليديه كانت بتطابق الكلمات، لكن الاي اي سيرش بيفهم السياق والهدف. فالسؤال ما بقاش ازاي تصدر في الكلمه الفلانيه، السؤال بقى ازاي يكون عندي فيزيبيليتي، اورجانيك فيزيبيليتي على نوايا البحث دي. علشان تكسب في الاي اي سيرش لازم تبني محتوى يجاوب على النيه كامله، مش بس يكرر الكلمه. محتوى شامل واضح منظم بيحل المشكله بعمق. الاي اي بيقدم حاجه اسمها personalized search، وهو انه بيعتمد بشكل كبير مش بس مجرد على البرومبت اللي بتديه، وانما على الهيستوري بتاعتك واللي يعرفه عنك. وبالتالي لو انا مثلا بشتغل في الاس يو والاورجانيك جراث، ولو سالته على سي ار ام، مجرد سي ار ام للشركه، فهو عارف إن من غير ما اسال ان عاوز سي ار ام يكون مناسب للاس يو ورك فلو، وبالتالي باقي المعلومات هو بالفعل عنده مش محتاج ان انا اديها له. فبيدور في الداتا عنده عن تول مناسبه للاحتياجات بتاعتي، وبالتالي لو حد بيقدم الخدمه دي مناسبه للاحتياجات بتاعتي، الافضل انه يهتم اكتر باللونج تيل، ان هو يفرع جامد على الاحتياجات. بمعنى ان انت تفرد الحديث عن الفيتشرز وعن اليوز كيسز وعن الاندستريز اللي انت بتخدمها وعن التخصصات اللي انت ليك سترينث فيها وعن النيدز اللي انت ممكن تكون بتفلفلها بشكل كويس وعن التايب اوف بزنسز اللي انت مناسب ليها اكتر، وهكذا من انواع اللونج تيل المختلفه. وبالتالي لازم توسع الموقع ليتوافق ويلبي السيرش انتنس المركبه، ودي كده كده من ضمن الاسيو ستاك لو حاجه مثلا ساس اسيو، لكن اصبح ليها اهميه اكثر مع الجي او. او ان انت من الاخر بتحاول بقدر الامكان ترانك او تتصدر او يكون في فيزابيليتي على جميع نوايا البحث، مش بس مجرد الكلمه الاساسيه او نيه البحث الاساسيه. سادسا، ربط البيزنس بالانتيتيز المستهدفه والتدرج في التوسع والاهتمام بالبوتوم اوف ذا فانل والميدل اوف ذا فانل. بمعنى في عصر الاي اي سيرش الموضوع مش صفحات بس، الموضوع عباره عن كيانات مفاهيميه او كونسبشوال انتيتيز. من الاخر بتحتاج تبني انتيتي بريزنس واضح تربط اسمك بالمشاكل اللي بتحلها وبالمصطلحات الاساسيه في المجال بتاعك وبالادوات والتقنيات المرتبطه بيه وباليوز كيسز اللي بتحلها. لكن ده في نقطه مهمه، وهو ان احنا لازم نبدا بانتيتي محدده. ما ينفعش نبدا حتى لو البيزنس موديل فيه اكتر من انتيتي، ما ينفعش نبدا بيها، او مش الافضل ان انت تبدا بيها كلها مع بعض. حاول تبدا بواحده واحده، انتيتي محدده متخصصه قدر المستطاع، لانك لو وسعت في البدايه دائره الاستهداف هيصعب جدا ربط اسمك بالانتيتيز المختلفه وهيبطئ جدا الماركت بنتريشن بتاعك. حاول تضيق الدايره قدر المستطاع علشان تقدر تحط نفسك في وضع او في سياق مفاهيمي محدد. وبالتالي برضو من الخطا ان انت تركز على التوب اوف ذا فانل او المعلومات العامه او الحاجات اللي ليها علاقه غير مباشره بمجالك، لان ده بيحطك في كونسبشوال او سياق مفاهيمي اكبر، بيصعب على الاي اي يميزك او يميز المجال بتاعك من المجال اللي انت فعلا بتستهدفه. فركز بشكل اساسي على البوتوم اوف ذا فانل او ناس جاهزه تشتري، او الميدل اوف ذا فانل الناس اللي بتقارن بتاخد قرار، اللي لهم علاقه بشكل مباشر بالسيرفيس اللي انت بتقدمها. يعني مثلا لو بتقدم مثلا سي ار ام، مش المفروض بقى تروح تتكلم في ازاي البيزنس يشتغل، ازاي تماركت، ازاي تعمل، وانما ممكن بس تركز على اداره المشاريع، ازاي توتوميت المشروع وهكذا. حاول تركز على الانتيتيز الملاصقه للسيرفيس بتاعتك وما توسعهاش في الاول، ممكن في المستقبل توسع بالتدريج، وده بيكون اسرع للجراث وكذلك اقرب لظهور ايراد وسيلز حقيقيه. ممكن بعدين توسع الدائره عادي وتجيبه توب اوف ذا فانل، لكن ليها سياقها برضه، ده مش مجال المناقشه لسياقها. الامر اللي بعد كده وهو الاهتمام بصفحات البيزنس، وهو انك ما تنساش توضح انت بتعمل ايه. البيزنس بتاعك لازم يكون له صفحات واضحه بتوضح انت بتعمل ايه. الاي اي بيعتمد بشكل اساسي في الرانكينج على اللي انت بتقوله عن نفسك،
وعلى الفهم اللي طلع بيه من موقعك. ما ينفعش تكون انت بتقول حاجه وعلى موقعك حاجه تانية، وما ينفعش تكون انت بتتارجت شيء وموقعك بيقول انت بتتارجت شيء تاني. ومحتاج كذلك ان انت لو توسعت ان انت دايما تضيف اليوز كيسز الجديده، وانت تضيف البيزنس موديل الجديد وهكذا. فحاول تهتم بصفحات البيزنس، سواء كانت بقى اباوت اس، صفحات الاعتمادات والشهادات، صفحات الكيس ستوريز لو في، صفحات الريفيوز، وهكذا من الصفحات المشابهه اللي بتبين انت بتعمل ايه وبتربطك بالانتيتيز المناسبه ليك. الامر اللي بعد كده هو الاهتمام بالتكنيكال دوكيومنتيشن. لو انت ساس او حاجه ريليتد بالتكنولوجي، المعنى هنا هو انك بتفصل جدا انت بتعمل ايه بشكل واضح. من الاخر بتكشف وراك، يعني ازاي اليوزر بيسجل، ازاي بيعمل كل اكشن، ازاي بيستخدم الفيتشر الفلانيه، ازاي يحل الكيس اليوز كيس الفلانيه، وهكذا. في بعض الناس بتشوف ان ده اسلوب قديم، لكن للامانه هو مستخدم، حتى تشات جي بي تي بيستخدمه، اوبن اي اي بتستخدمه، وغيرها من الاي اي تولز. يعني الفكره هنا انك بتساعد الاي اي يفهم منتجك بشكل واضح والمميزات اللي عندك، وبالتالي هو مش بيتعامل معاك كأنك بوكس مقفول، وانما بيطلع على تفاصيل المنتج بتاعك. وبالتالي لما بيجي بقى يقدم البيرسوناليزد سيرش اللي احنا اتكلمنا عليه فوق، بيكون فاهم بشكل كويس جدا ومتاكد ان انت في الدوكيومنتيشن بتاعتك قايل ان الحاجه دي انت بتقدمها. وبناء على تجربتي انا الشخصيه، دايما في الريكومنديشنز بتاعت التول، هو بقول له ليه ما عملتش ريكومنديشن للتول الفلانيه، يقول والله هو مش بيقول ان هو بيقدمها، فبالتالي التاني بيقول ان هو بيقدمها. فحاول بقدر الامكان تهتم بالدوكيومنتيشن للسوفت وير بتاعك وللبيزنس بتاعك واليوز كيسز اللي انت بتقدمها، وازاي اليوزر بيتعامل معاها، لان ده بيكون مهم جدا في عمل او في تقديم personalized search results. الامر اللي بعد كده، اكتب محتوى يمكن اقتباسه. الاي اي مش بيقرا زي البشر، وانما هو بيجزأ المحتوى الى وحدات قابله لاعاده الاستخدام. وبالتالي قلل الفقرات، قلل طول الجمل، خليك مباشر في الكتابه، يعني بلاش كلام مجازي وهكذا، خليك مباشر جدا في الجمل، خلي بعد السؤال الاجابه مباشره، قلل المقدمات والمجاز، مش لازم يعني لو عندك سؤال على طول جاوب بعده على طول، بلاش مقدمات ملهاش لازمه. استخدم عناوين واضحه مش مجازيه، استخدم ليستس واضحه، اربط منتجاتك بالمحتوى اللي انت بتقدمه، وبطريقه ذكيه برضو تبين ان هو حل للمشكله اللي انت بتعملها. ممكن برضو تستخدم مترادفات عشان تظهر المعنى اكتر وما يكونش فيه سبيل لاساءه الفهم. من الاخر ركز على الوضوح الشديد للمحتوى، كانك بتكلم عيل صغير، وانه لا يفهم على وجهين، وانه يكون تو ذا بوينت. ودي نقطه مهمه جدا في الاس يو، لكن كذلك الاي اي عمل ستريس واكد على اهميتها. الامر اللي بعد كده هو الاهتمام بما يقال عنك خارج الموقع. في عصر الاي اي سيرش مش بس مهم انك تكاتب ايه عن نفسك، الاهم الناس بتقول عنك ايه. انظمه الذكاء الاصطناعي بتبني ترشيحاتها على الريفيوز وعلى المنشنز وعلى الكومباريزنز اللي اتعملت خارج الموقع، وعلى الارتكلز اللي اتكتبت في المجال، وعلى الكوميونتي ديسكشنز في المجال. لو اسمك بيتذكر في سياق ايجابي في مقارنات وفي ترشيحات وفي مواقع موثوقه، ده بيرفع احتماليه انك تدخل في الاي اي ريكومنديشنز، خاصه فيما ذكرناه فوق في الراج سيستم اللي اتكلمنا عنه من شويه. لكن لو وجودك ضعيف خارج الموقع، او مفيش اشارات واضحه انك موثوق، فاظن هتبقى اقل حظا في الظهور على الاي اي سيرش. وعليه ففي عالم الاي اي سمعتك الرقميه جزء من خوارزميه الاختيار في الاي اي سيرش، فلازم تهتم بيها. الامر اللي بعد كده هو تمثيل البراند، سواء عن طريقك او عن طريق حد من التيم. لازم يكون في واجهه للبراند، لازم البراند يكون في حد وراه يقول عملنا وما عملناش. ويفضل كذلك لو الكي ستيك هولدرز اللي في التيم يشاركوا في الكلام عن البراند، ويقول مثلا احنا طلعنا بالفيتشر الفلانيه، او يقول مثلا ان احنا ضفنا الحاجه الفلانيه. وممكن السي او يتكلم عن الشركه سواء على البروفايل بتاعه او سواء كان على بودكاست او وات ايفر. الفكره ان لازم يكون في بيرسون، شخص يمثل البراند. يعني ممكن نقول حد يعمل بيرسونال براندنج لنفسه ويربطه بالشركه، بحيث يحصل نقل للخبرات ويكون في اوثورتي، ان الشركه تستمد الاوثورتي بتاعها من حد بالفعل موجود. وكذلك يكون في هيومنايزيشن او انسنه للبراند، في حد ورا البراند ده، مش بس ممكن مش سكام، مش حد بيضحك على الناس، لا في حد وراه، حد معروف وله سمعه وله كلمه. يعني اخر حاجه هي انك توسع دائره التراكنج للبرفورمانس. يعني الامر لم يعد مقتصرا على جوجل سيرش كونسول، وانما على ادائك ككل عامل ايه. يعني تابع الداتا من على جوجل اناليتكس وجوجل سيرش كونسول وغيره، لكن معاها تابع السايتيشنز بتاعتك على الاي اي وعدد السايتد بيجز وغيرها من الكي بي ايز اللي كل شويه بتظهر معانا مع الوقت. وركز على البرفورمانس ككل من فوق، مش بس مجرد جراف بسيط على جوجل سيرش كونسول.
للاسف ما عادش بيمثل الحقيقه الواقعيه للاداء الحالي. الخلاصه الاي اي سيرش مش بيرانك صفحات، بل بيكافئ كيانات مفاهيميه او conceptual entities، كيانات مفاهيميه واضحه ومنتجات مفهومه وسمعه رقميه حقيقيه وبراند حقيقي واضح من اكثر من مصدر معرفي ان بيخدم احتياجات العميل اللي بيسأل. السؤال ما عادش ازاي اتصدر في الكلمه الفلانيه، السؤال بقى ازاي يكون الكيان اللي النظام يثق فيه ويرشحه في سياق بيرسوناليزد جدا ومحدد جدا على احتياجات العميل. قديما كان من يمتلك افضل تحسين لكلمات البحث يتصدر في جوجل، اليوم من يملك افضل سياق وسمعه يحتل عقل الاي اي. دي اللعبه الجديده، واللي هيفهمها بدري هيبني ميزه تنافسيه جيده مش سهل تتكرر. فلو انا عايز الخص كل اللي قلناه في جمله واحده هقول الاي اي سيرش مش بيرانك صفحات، بل بيختار كيان يثق فيه، وبامر الله كل نقطه من دول هيكون ليها فيديو مفصل بشكل تفصيلي ازاي نعملها. السؤال دلوقتي ليك، هل استراتيجياتك مبنيه علشان تتصدر على كلمات مفتاحيه ولا علشان تبني انتيتي يفهمها الاي اي ويرشحه كاجابه؟ عرفنا رايك في التعليقات، وشكرا لحضراتكم، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.